وشاورهم في الأمر. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والمشاورة أي مشاورة أهل الخير والفضل والرأي والصلاح والأمانة، وذلك في الأمور التي يتردد فيها الإنسان ويبقى متحيرا، هل يفعل أو لا يفعل، هل يقدم أو لا يقدم، فيسن له في مثل ذلك ويندب له أن يستخير الله سبحانه وتعالى، وأن يستشير أهل الرأي والصلاح والأمانة والاستقامة من عباد الله تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام وهو أسد الناس رأيا صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه في بعض أموره، وكذلك خلفاؤهم من بعده كانوا يستشيرون أصحابهم. والاستشارة باب مبارك على العبد لا يندم عليه. الآية الأولى قول الله سبحانه وشاورهم في الأمر، والآية الثانية وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون بينهم فيه أي في أمرهم. وهذا فيه أن المسلمين هذا شأنهم، يتشاورون